بارك الله فيك يا فتح عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك مصطفى؟ الحمد لله بخير. مع حضرتك احمد رمضان. يا كان عندي كنت عايز من حضرتك يعني اسالك في موضوع عن الطلاق. اتفضل. حضرتك انا كنت اتصلت بحضرتك من 3 سنين ان انا كنت طلقت زوجتي 3 مرات، وكنت تحدثت معاك ان كانت اول مره عاديه، والمرتين التانيين دول كنت في حاله غضب شديد لمرحله ان انا ما كنتش قادر اتحكم في نفسي، وفي حاجات هم حكوا لي عليها ان انا مش مقتنع ان انا عملتها. يعني كنت في مرحله الغضب الشديد اللي هو مش عارف اقول لك هو اغلق عليا ولا، فما كنتش حاسس بنفسي فعلا. فحضرتك كنت قلت لي استفتي قلبك وانت اللي هتحكم لنفسك واتقي الله، وانا بناء عليه ان انا عندي المره الثانيه والثالثه فعلا انا استخرت ربنا وعلى اللي حصل ان هم ما وقعوش. ما السؤال الآن؟ السؤال الان ان انا حصل مشكله وقعدنا بتاع 3 4 شهور كل شويه زوجتي طلقني، لو انت راجل طلقني، الكلام ده كده. وبعدين؟ استفزتني في المره الاخيره فرميت عليها يمين الطلاق. فانا بقول لهم يا جماعه احنا في مرتين قبل كده ما حسبوش. قال لك لا لازم تسال الشيخ تاني. وأنا نقول دائما وأبدا باختصار شديد، أنت تقول الأولى محسوبة الاولى محسوبه. والثالثة محسوبة. لا الثانيه والثالثه لا. لا، اللي هي الأخيرة دي الاخيره دي محسوبه. محسوبة. من كم هذه؟ ايه من مدة زمنية قدرها كم؟ المده الزمنيه بين الآخر تطليقة. اخر تطليقه واللي قبلها؟ لا، هذه كم؟ بالك كم؟ بقالي كام يوم يعني؟ أيوة. حوالي 3 اسابيع. هي حاضت 3 حيضات ولا لسه ولا؟ لا لسه. هي سايبه البيت بقى لها بالظبط 23 يوم كده. مم. على العموم في فتوى عامة، وأنت تحتاج إلى فتوى خاصة بعد سماعك وسماع زوجتك. أما الفتوى العامة قل على قولك أنت بإقرارك أنت أن التطليقة الأولى والثالثة والأخيرة وقعت. نظرك أنت إلى التطليقة الثانية والثالثة تقول إنك كنت غضبان. وهي برضه لما ناس سالوها قالت خليني منك الآن بس، خليني معك الله يسلمك. اسمع الكلام بس. ماشي معك يا شيخ. إذا كان الغضب طبقات ومراحل. غضب عادي منفعل لكن مالك أمر نفسي. تمام. فالغضب المنفعل اللي أنا غضبان فيه جدا ولكني مالك أمر نفسي طلاق واقع. الغضب الثاني غضب لا أعي ما أقول ولا أفهم ما أقول، فذلك كالمجنون لا يقع. الغضب الثالث الوسط، أنا غضبان غضب شديد فقدت التحكم في نفسي مع أنني أعي ما أقول، كالذي يأتي بهاتف محمول غالي الثمن ومن غضبه يكسره، هو عارف أنه بيكسر لكن فاقد التحكم في نفسه. فهذه المرحلة اللي فيها خلاف بين العلماء اختار عدم وقوعها. إذا أنت كنت أثناء الغضب تكسر هواتف، تضرب الدولاب بالرجل، تكسر الزجاج، فقدت التحكم في نفسك، لا يقع. غضبان ومتحكم في نفسك الطلاق واقع. بنستطيع أن نسمع من الطرفين بحيث أن نأخذ تصور عن حالة الغضب التي أنت كنت فيها، ومن ثم يصدر الحكم. السلام عليكم.